تعال نجاوب مع بعض سؤال مهم جدا. السؤال بيقول: وانا ليه ممكن اكون بقالي سنين بحاول ان انا اتخلص من مشكله معينه او اعالج مشكله معينه عندي، واستخدمت فيها العلاج النفسي واستخدمت فيها العلاج الدوائي، وما زالت الى الان المشكله دي قائمه الى الان؟ الحقيقه ده سؤال في غايه الاهميه. السؤال ده لازم كل الناس تعرف الاجابه بتاعته، وهقول لحضرتك الاجابه اللي ممكن تكون انت ما عرفتهاش قبل كده من حد تاني، او يمكن تكون انت عرفتها لكن انت مش عايز تواجه نفسك بيها، فانا خليني اساعدك تواجه نفسك بيها. الاجابه كالتالي: احيانا بشكل لا واعي احنا بنكون عايزين نحافظ على مكسب نفسي معين من وراء المشكله اللي احنا فيها او المرض اللي احنا بنعاني منه، والحقيقه ده بيتلخص في حاجتين. الحاجه الاولى اللي انا بكون عايز افضل محافظ على المكسب بتاعها هو اساس تعاطف الاخرين ليا، ده خصوصا لو انا اصلا كان عندي شعور بالحرمان العاطفي. انا ما خدتش التعاطف الكبير من اهلي، ولا كنت بشعر بالانتماء لاصحابي، ولا حسيت ان على سبيل المثال وانا صغير المدرسين كانوا بيحبوني. انا ما كنتش شايف نفسي ان انا محل رضا من اي حد، فبالتالي انا كان عندي حرمان عاطفي، فبالتالي انا كان عندي جوع في المساله دي، بالتالي انا كنت سعيد جدا جدا من فكره تعاطف الناس معايا لما انا كنت مريض. في بدايه الامر انا كنت بتعامل مع الموضوع ان انا فعلا عندي مشكله، وان انا فعلا باخد التعاطف الطبيعي لان انا عندي مشكله، ولكن حصل تمادي بعد كده، تماديت في الموضوع عشان انا عايز افضل محافظ على هذا المكسب العاطفي. ودي كده النقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين، وهي ان انا بحس ان انا في حاله الضعف اللي انا فيها في حمايه معينه، انا بحمي نفسي من القوه. يعني انا لو سبت منطقه الضعف اللي انا فيها دلوقتي ورحت لمنطقه القوه، هلاقي ان انا مطلوب مني حاجات كتير انا شايف ان انا غير مؤهل ليها وغير جاهز ليها، فبحافظ على نفسي ان انا افضل جوه منطقه الضعف فقط لمجرد ان انا ما اروحش لمنطقه القوه اللي هعاني فيها من حاجات انا مش عايز اروح لها. بستسلم للضعف وبحس ان هو بيحميني من قوه مؤذيه، وبفضل متمادي برضو في موضوع الضعف زي ما انا تماديت في المره الاولى في موضوع التعاطف. الحاجتين دول الحقيقه ممكن يحصلوا بشكل واعي، وهنا نكون احنا بنعمل ابتزاز عاطفي، انا مدرك انا بعمل ايه وبعمله وانا قاصد. وممكن نكون بنعمله بشكل لا واعي، احنا مش مدركين ان احنا ده ميكانيزم دفاع نفسي بيحميني من احساس اذى اكبر. كلا الحالتين الحقيقه محتاجين ان يكون في حوالينا ناس بيساعدونا، اب وام ملاحظين بشكل كويس، اصدقاء عندهم نضج وبيحبونا وبيخافوا علينا، وقد يكون في صوره معالج محترف بيقعد معانا وبيحلل معانا شخصيتنا ونفسيتنا ويساعدنا ان احنا نتخلص من المشكله. الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده دول اعتبرهم تحذير، اعتبرهم تنبيه عشان تاخد بالك من نفسك وتحافظ عليها، عشان لو ما حافظتش انت عليها محدش هيحافظ لك عليها. فهمتني؟ يا رب دايما اشوفك على خير، ما تنساش تدعي لي، واشوفك المره الجايه على خير. سلام.